هقول لك ازاي تذاكر في رمضان وازاي تذاكر اكتر في رمضان. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا، فيديو جديد هديك طريقه لرمضان تقدر تذاكر بيها اكتر وكم اكبر في رمضان وتقدر تطلع من رمضان بافضل حال. خلينا نوضح حاجه مهمه في الاول، ان رمضانك بيختلف عن رمضاني، بيختلف عن رمضان حد تالت. رمضانك بيكون زي ما انت ما عايزه. في ناس بتشوف رمضان انه فرصه للعباده، فرصه انه يخس لانه مش بياكل الا مرتين في اليوم، فرصه انه ينجز اكتر لانه ما عندوش وقت يضيعه في الاكل والشرب. وفي ناس شايفاه انه عبء، حرمان من اكل وحرمان من شرب وتعب وصيام ومشقه ومش عارف يركز. وفي الاخر رمضاننا كله واحد، ولازم تاخده انه فرصه عشان تعرف تستغله صح. فلازم الكلام ده في الاول لان ده اساس الفيديو، بس خليني اوضح لك ان في مبدئين مهمين جدا للمذاكره في رمضان. المبدا الاول وهو المكان. لازم يكون المكان مهيئ للمذاكره، بمعنى لازم يكون المكتب متوضب، لازم يكون الاضاءه كويسه عشان تدخل تذاكر على طول، وده مش هيحصل غير بعد كل مره. يعني استغل دقيقتين بس بعد ما تذاكر، استحمل دقيقتين ان تذاكر اللي انت توضب فيهم المكان عشان لما تيجي المره اللي بعدها تذاكر على طول. المبدا الثاني وهو الوقت. لازم يكون عندك وقت انت بتكون فايق فيه ومركز فيه جدا. حتى لو انت عندك روتين يومي او برنامج فهو اوريدي هيتغير في رمضان. وده لو انت ما عندكش برنامج او روتين، فانت دي فرصه تقدر تستغلها تعمل بيها برنامج من دلوقتي او روتين من دلوقتي، لان رمضان هيساعدك على كده. خلصنا من كل ده، نيجي للاهم، هو ان انت عندك نموذجين في رمضان للمذاكره. اول نموذج وهو بعد الفجر، والنموذج التاني بعد التراويح. يا ريت تجيب بس كده ورقه وقلم وتقسم الصفحه نصين وتكتب بعد الفجر وتكتب بعد التراويح، وتكتب ميزان كل واحد فيهم واللي يعجبك تقدر تكمل معاه عادي. بالنسبه لبعد التراويح، فانت في الغالب التراويح بتخلص على الساعه 9 ونص او 10 تقريبا، لحد انت عندك من الساعه 10 كده لحد الساعه 4، 6 ساعات دول تمام، حلوين جدا أوي. اكيد مش متواصلين، ممكن تاخد بريك بعد مثلا كل ساعه او كل نص ساعه على حسب انت ما تحب، وترجع تقدر تكمل تاني عشان تقدر تستعيد تركيزك من تاني. من الساعه 4 لحد الساعه 5 تروح تتسحر وتصلي الفجر وترجع تنام. هتنام لحد الظهر، تيجي الظهر تصلي صلاة الظهر وبعد كده تقوم. عندك فترة من بعد الظهر لحد العصر، دي تقدر تستغلها في مذاكرة، تسمع فيها أي محاضرة تقدر تخلص فيها أي مذاكرة. من بعد العصر لحد المغرب، الفترة دي ما انصحكش جدا أنت تذاكر فيها، لأن الفترة دي التركيز بيقل فيها جدا ونسبة الجوع بتزيد جدا وأنت مبتبقاش عارف تعمل إيه. فأنت ممكن تستغل الفترة دي في إنك تقرأ أذكار، تدعي ربنا فيها، تقرأ قرآن في المسجد، تستغل الفترة دي في المسجد أكتر. بعد كده بتروح تفطر وبعدها تروح تصلي العشاء والتراويح وتعيد اللي أنت عملته من تاني. بالنسبه لنموذج بعد الفجر، فتره بعد الفجر هتروح تصلي الفجر عادي جدا وترجع تقرا اذكارك وورد القران بتاعك وتبدا مذاكره من اول بعد الفجر كده لحد الظهر تقريبا. دي كده 6 ساعات بالظبط متواصلين جامدين جدا. انت طبعا مش هتاخدهم متواصلين، لا تاخد بريك مثلا كل بعد ساعه بحيث ان تركيزك يرجع تاني. ومن بعد الظهر لحد العصر تقدر برضه تستغلها في اي محاضره عندك او اي حاجه تقدر تستغلها. تقدر بعد العصر لحد المغرب ما تذاكرش فيها نهائيا لان التركيز بتاعك بيبقى ضايع. فانت ممكن تستغلها في اي حاجه تانية، ان انت تقرا قران او تدعي فيها ربنا. بعد كده باجي المغرب وتروح تفطر وتصلي صلاه العشاء والتراويح وترجع تنام تاني عشان تلحق تقوم للفجر. بتنام تقريبا 6-7 ساعات، دول حلوين جدا ممتازين. وبعد كده تقوم تعيد الروتين بتاعك من تاني اللي انت عملته. وانا بصراحه بفضل طريقه بعد الفجر جدا لان الجو فيها بيبقى فاهم. عند الفترة هتبقى مركز فيها أصلا اللي هي من 9 لحد 12 وهتحل فيها كويس جدا. وبعدين الفترة دي اللي هي فترة الامتحانات أو اللجنة بتاعتك، أنت متعود طول السنة أو طول الشهر إنك بتذاكر وبتحل كتير في الوقت ده اللي هو من 9 لحد 12، وده هو نفس الوقت اللي هو وقت الامتحان أو وقت اللجنة بتاعتك، فهتبقى مركز دايما في الوقت ده. وهتبقى أسهل بكتير من واحد إنه ما كانش متعود إنه ينام في الوقت ده أو نومه ما كانش منتظم، فدي هتبقى فايدة كبيرة جدا ليك. أنصحك وبشدة إن الروتين بتاعك بتاع رمضان إنه ما يتغيرش حتى بعد رمضان، يعني ما تخليش إن رمضان جه او خلص فالروتين بتاعك يبوظ وترجع تعيد من تاني وتبدا تبهدل الدنيا من تاني. فخلي لو الروتين بتاعك بتاع رمضان حتى هو نفس الروتين اللي بعد رمضان. وكده وضحنا اسلوبين للمذاكره في رمضان. وتلاحظ ان الوقتين بتكون فايق فيهم، يعني بعد التراويح بتكون هضمت الفطار بتاعك شويه او بتكون عملت عمليه هضم وحركه وفكيت لي الخمول والكسل اللي عندك. وبعد الفجر انت بتكون لسه متسحر والسحور ده غالبا بيكون خفيف، فبتبقى رايق وفايق. ليه ممكن تواجه شوية صعوبة في الروتين بتاعك، لكن بعد كده هتستسلم عليها. ومفيش أي طريقة أو أي روتين إلا ومحتاج استمرارية عليه. ده مش عجبة خالص، بالعكس أنت هتذاكر أكتر في رمضان لو أنت عايز. حتى في ناس بقى كانت بتصوم وتنجز كم أكبر في رمضان بقت في الأيام العادية برضه بتصوم عشان بتنجز وهي صايمة. كده أنا خلصت الفيديو. اكتب لنا تحت في الكومنتات تختار أنه نموذج منهم بعد الفجر ولا بعد التراويح. أنا باللايك والاشتراك في القناة لو أنت لسه ما اشتركتش، وأشوفك الفيديو الجاي.
يلا